اليات طرق الوسائل عشان اعمل مشاركه سياسيه، ده لازم يجي لك فيها سؤال في الامتحان. بص كده اهو 2024 على ضمان الدكتوره زينب، واكتب كده وبعد ما تخلص امتحان اطلع وقول يا ميس ما جاتش ونشوف هتيجي ولا لا. قال لك المشاركه السياسيه عندك 4 اليات. عشان يبقى عندك مشاركه سياسيه، الباب الاول انا هديك فكره عامه كده عنه، بيتكلم على التداول السلمي للسلطة وإن الشعب هو مصدر السلطات. طب الباب الثاني، قال الباب الثاني اللي هو من مادة 7 ل50 ده بيأكد على إن الأسرة هي أساس الدولة، وبيأكد على العدالة الاجتماعية، يعني إن إحنا كلنا نكون زي بعض في الحقوق وفي الواجبات. وما دام اتكلمنا على الحقوق والواجبات يبقى الباب الثالث بيتكلم على الحقوق والحريات. خلي بالك أنت معكش كراسة مفاهيم فأنت لازم تحفظ، معلش. يبقى مراحل القانون عبر التاريخ، اول حاجه الحضاره المصريه القديمه، قوانين اعمل حزب. قلت له مره واحده حزب؟ لا انا هعمل حزب بقى ومجمع كل العيال اللي في السناتر كده وانا القائد بقى دكتور، هنعمل حزب وهنمارس الديمقراطيه. قلت له طب مش ما تعرف الاول يعني ايه حزب؟ قال لي يعني ايه حزب؟ قلت له اما الحزب ده ليه شروط وليه اسمه. قال لي يعني ايه؟ قلت له طب تعالى بقى اقول لك. ده الفصل الثالث، الاخلاق، قيم بنقدرها حق تقديرها، بنسعى ان احنا نوصل لها. انت عندك قيم الصدق، الامانه، الاخلاص، التعاون، محبه الاخرين، انكار الذات، المحبه، الايثار، دي كلها قيم وصول عندها مهم جدا. كان بالك عليه اهو هام جدا جدا 2024. يا دكتور القانون بيجي منين؟ قال لك اول حاجه القوانين مصدرها التشريع. يعني ايه التشريع؟ يعني دي قواعد تحفظهم زي اسمك. بص كده اسمك ايه؟ محمد احمد محمد، انت تحفظ كده مقومات الديمقراطيه زي اسمك. قال لك 1 حقوق انسان، بنشارك سياسيا زي بعض؟ قلت له لا، كل واحد ليه صورة مشاركة سياسية بتنطبق عليه. يعني في كام صورة للمشاركة السياسية؟ قال لك 3، اوعى تنام. قال لك 1 ناس مهتمة بالسياسة، طب 2 ناس ممارسة للنشاط السياسي، رابع حاجة ناس منعزلة ومحجوبون عن النشاط السياسي. يبقى صور المشاركة السياسية 3، 1 مهتم بالنشاط السياسي، 2 ممارس للنشاط السياسي، 3 محجوبون على النشاط السياسي. طيب يعني ايه ممارس؟ اكتب لي قول لي نزلت في انتخابات ايه وكانت ايه تجربتك في الانتخابات. طب تعالى انا اقول لك الانتخابات بتتعمل ازاي عشان تبقى عارف برضه، يمكن كده في يوم من الايام يبقى عندنا كده مرشح قوي كده. تعالى كده ما اقول لك ازاي هيبقى عندنا احزاب ورأي ورأي اخر وبناخد وبندي مع بعض وديمقراطيه، واحنا كل واحد متعصب بقى للحزب ومتعصب للدين، متعصب لافكاره. ازاي؟ فقال لك التعصب الفكري عدم الاعتدال بينهي على الديمقراطيه. طب 4 ضعف دور المعوقات. ايه صور الديمقراطيه؟ صور الديمقراطيه كان زمان يا معلم عددهم صغير، تلاقي اليونانيين كانوا زمان كده ايه 20 30 دوله كلها 20 30 40 50، فكانوا يقعدوا مع بعض يحطوا قوانينهم ويحطوا دستورهم.